السلام عليكم. رح أقدم اليوم نصيحة كتير مهمة، ما سبق إنه أحد حكى عنها أو شار لها بأي فيديو، لا على اليوتيوب ولا على التيك توك. هيدي النصيحة اللي هي إذا كنت أنت عم بتحط الجلي في الجلاية نص ساعة وما بينضف، وحتى ساعة وحتى ساعتين وما بينضف، فأنا رح أقدم لك هيدي النصيحة إن شاء الله، ورح تدعي لي بإذن الله عليها. هي النصيحة بتوفر لك مي، وبتوفر لك عذاب، وحتى من جوا بتخلي الريحة كلها تروح. فهيدي النصيحة اللي هي انك تستعمل آه، حجر جلاية فيري. تمام. هذا الحجر حيعمل لك المستحيل. ليش؟ هذا الحجر فيه هالمادتين، هذول المادتين لما بيختلطوا مع بعضهم بيعملوا عملية تنظيف واسع من جوا، وبيحطموا الدهون تحطيم. حتى اذا كانت عم بتبوح عندك فما بنصحك ما بنصحك غير انه تستعمل هذا الفيري، لان هذا الحجر قوته مو طبيعية. صدقا انا بعد ما استعملته، انا قبل كنت استعمل الفينيش ما كان ابدا نصيحة. هذا الفيري اقوى بكتير، صحيح اغلى بس بوفر عليك مي. يعني مثلا اذا كنتوا مثلا عم بتحطوه على السريعة، يعني على النص ساعة وما عم تستفيدوا على شيء، بتصيروا مثلا اذا بدكم تحطوه على النص ساعة بهذا الحجر ومثل الساعتين، يعني بتستفيدوا ان شاء الله كتير كتير. فبنصحكم تستعملوا من هذا الحجر اللي هو الفيري. وفي واحد لسه اقوى منه، هذا كتير كتير غالي، اما هذا بكفي. هذا نصيحة كتير كتير، حتى بيفرق معكم البلور، يصير معك اكتر. اذا كانت تبوح هذا بيروح كل شيء، التبويح كله بيروح. حتى اذا كان الفلاتر عندكم كمان صيطمة كمان لازم تنتبهوا، هاي لازم تنظفوها. اذا كان عندكم الفلاتر مثلا مسطومة كمان لازم تظبطوها، زائد الحجر، زائد النصائح اللي شرحت عليها قبل بقناتي. بإذن الله بتضمنوا انه الجلي عندكم ينضف ويصير بشكل يعني جدا جدا رائع. نصيحة استعملوه.